السلام عليكم. اليوم بغيت نطلب منكم واحد الحاجة. ما تجاوبوش دابا على هاد السؤال اللي غادي نطرح، غير فكروا فيه. واش المرأة اللي دورتها الشهرية منتظمة ولا بدات تحمل بسرعة؟ إلا جاوبتي راه ماشي بوحدك. هاد الفكرة كيآمنوا بها الملايين ديال الناس، وكاينين كاع بعض النساء ملي كيجيو عند الطبيب كيقولوا بواحد الثقة في النفس: دكتور، ما يمكنش يكون عندي مشكل وانا الدورة ديالي منتظمة. ولكن واش غير حيت الدم كتنزل كل شهر راه كلشي خدام مزيان؟ لا، نقدر نقول كاع اكثر من لا. حيت كاينين شي عيالات الدورة ديالهم منتظمة لمدة سنوات والإباضة كتوقع وبالدليل، وهكاك الحمل كيتأخر. وراه كاين السبب، ولكن ماشي هذاك اللي كينعتو فيه دايما. اليوم ما باغيش نهضروا على الوصفات وما غاديش نقولوا شكون هو السبب. اليوم غادي نديرو واحد الحاجة أخرى، غادي نحاولو نصغارو حتى نقدرو ندخلو وسط الجسم ديال المرا ونتبعو الحمل والرحلة ديالو خطوة بخطوة، من أول رسالة كيصدرها المخ حتى لديك اللحظة اللي كيحاول فيها الجنين يتعلق في البطانة ديال الرحم. وفي كل محطة غادي نوقف ونسول سؤال واحد: واش الرحلة قدرت تكمل ولا حبستها شي حاجة؟ ومن بعد هذا الفيديو هذا غادي تولي كتشوف الدورة الشهرية بطريقة مختلفة، أنا متأكد. دابا إلا سولتكم فين كتبدا قصة الحمل، الأغلبية غادي يشيروا مباشرة للمبيض. وها أول مفاجأة: الحمل ما كيبداش في المبيض، كيبدا في واحد البلاصة بعيدة من المبيض. كيبدا هنا في الدماغ. الجسم ديالنا عنده مدير، هذا المدير ما كيبانش ما كيهضرش، ولكن كل شهر كيصيفط أوامر دقيقة بزاف، ويتأخر غير أمر واحد كتتبدل الرحلة كاملة. في الوقت اللي كتبدا فيه الدورة جديدة، الدماغ كيصيفط واحد الميساجات هرمونية للمبيض تيقول ليه: وجد راسك، راه يمكن هاد الشهر هذا غادي يكون الحمل. والمبيض كيستجب، كيستقبل هذيك الرسالة وكيبدا يقلب وسط آلاف البويضات اللي كاينين عند المرأة من نهار تزادت. هنا كاينة معلومة مهمة بزاف عندك: راه المبيض ما كيصنعش بويضات جداد كل شهر. المرأة كتولد بالمخزون ديالها ديال البويضات كامل، وكل شهر بزاف ديال البويضات كيبداو يتسابقوا شكون اللي غادية تسبق تخرج، وفي الأخير غير وحدة منهم هي اللي كتكون بطلة، هي اللي كتكمل الرحلة ديالها. هنا كيجي السؤال اللي عمر بزاف ديال الناس ما طرحوه على راسهم: واش أي بويضة كتخرج تقدر تعطينا حمل؟ الجواب راه هو لا. وهنا بالضبط غادي نبداو نفهموا علاش واخا كتكون الدورة منتظمة يقدر ما يوقعش الحمل. قلنا الدماغ كيعطي الأوامر والمبيض كيبدا الخدمة ديالو، ولكن واش المبيض كيخرج أي بويضة والسلام؟ لا. تخيل معايا واحد الفلاح عنده فيرما عطاتو بزاف ديال التفاح، راه ما كيهزش أي تفاحة باش يعرضها للبيع، راه كيقلب على التفاحة اللي ناضجة صحيحة ما فيها حتى شي عيب. وبحال هكاك المبيض كيدير حتى هو تقريبا. كل شهر كيبداو بزاف ديال الجريبات الصغار كيكبروا، ومع مرور الأيام كيكون التنافس بيناتهم، وفي الاخر وغالبا غير واحد اللي كيكمل الطريق، وفي وسط منه كاينه البويضه اللي غاديه تخرج في الاباضه. هاد البويضات اللي كيخرجوا راهم ماشي كلهم بحال. كاين بويضات اللي الجوده ديالهم عاليه، وكاين بويضات اللي كيخرجوا لكن ما كيقدروش يكملوا الرحله، ما عندهمش القدره. وهنا خصنا نوقفوا واحد شويه، حيت هذه من اكثر الحوايج اللي كيتفاجئوا بها الناس. كيقول لك: دكتور، بما ان الاباضات دارات اذا المشكل ماشي في المبيض وماشي في التبويض. وهذا الشيء ماشي ديما صحيح. الاباضه كتقول لنا ان البويضه خرجت، ولكن ما كتقولش لينا واش البويضه قادره تعطينا جنين سليم. بحال الا عندك واحد السياره خرجت من الكراج، واش غير حيت خرجت من الكراج راه غادا توصل لفين غادا؟ ماشي بالضروري. يقدر الموتور يكون فيه مشكل ولا يطرا فيه مشكل، يقدر الطريق تكون محبوسة، ممكن حتى الوقود ليسانس ولا المازوت ما يكفاهاش. واحد البويضة راه عندها رحلة طويلة مازال قدامها، وحتى هي خص هاد المقومات يكونوا مزيانين. وهنا بغيت نشرح لكم علاش الأطباء ديما كيهضروا على السن. ماشي
حيت المرأة كتبدا تفقد القدرة على الحمل من بعد 35 سنة، لا، حيت مع مرور السنوات كيوقعوا جوج ديال التغييرات. الأول المخزون ديال البويضات كينقص، والثاني هو الجودة ديال البويضات كتقدر حتى هي تنقص. يعني يمكن الدورة ديال المرأة تبقى منتظمة، ولكن الجودة ديال البويضات ما يبقاوش مزيانين كيف كانوا. هنا كنفهموا واحد الحاجة مهمة: انتظام الدورة ما كتعنيش أن كل بويضة كتخرج عندها نفس فرص الحمل. إوا دابا نفترضوا أن البويضة كانت ممتازة وخرجات في الوقت المناسب، واش نقدروا نقولوا أن الحمل غادي يوقع؟ الجواب مازال هو ماشي ولا بدا، حيت من دابا غادا تبدا أخطر مرحلة في الرحلة ديال الحمل، مرحلة ما كتشوفهاش المرأة. حيت البويضة ملي كتخرج من المبيض ما كتمشيش نيشان للوالدة، والإخصاب حتى هو راه ما كيكونش في الوالدة. الرحم ماشي هو أول محطة، أول محطة هي القرن. بحال قلنا واحد المسافرة خرجت من الدار وباغية تمشي في الطيارة، واش كتطلع للطيارة مباشرة؟ لا، راه خاصها أولا توصل للمطار، والقرن هو الطريق اللي كيدي للمطار. غير راه البويضة ما كتمشاش وما عندهاش رجلين باش تمشي. غادي تقولوا لي ايوا كيفاش كتحرك؟ قناة فالوب مهدبة من الداخل، عندها الملايين ديال الهدوب. هادوك الهدوب صغار بزاف كيبقاو يتحركوا بلا توقف، كيديروا بحال شي امواج ديال البحر، وكيعاونوا ديك البويضة تكمل الطريق ديالها حتى الوالدة. دابا تخيل معايا الا كانت هذيك القناة فالوب مسدودة، ولا تعرضت لشي التهاب قديم، ولا تضررت بسبب شي عملية جراحية، شنو غادي يوقع للبويضة؟ البويضة خرجات ولكن الطريق ما سالكاش. بحال الا خرجتي شي سيارة جديدة من المصنع ولقيتي القنطرة طايحة، السيارة ما فيها حتى مشكل ولكن ما غاداش تدوز. هنا كنفهموا علاش بزاف ديال العيالات الدورة ديالهم منتظمة وعندهم الإباضة كتوقع بالدليل، ومع ذلك الحمل ما كيوقعش. ماشي حيت البويضة فيها مشكل، ولكن حيت الطريق اللي خاصها تدوز منه ما مصلوحاش. دابا كاع افترضنا بأن ديك الطريق محلولة، واش دابا نقدروا نقولوا المهمة راها سالات؟ لا، حيت البويضة بوحدها ما تقدر تدير والو، راه كتسنى واحد الضيف مهم هو الحيوان المنوي. وهنا غادي نكتشفوا عاوتاني واحد الحقيقة اللي كتفاجئ بزاف ديال الأزواج. في بعض المرات المشكل ما تيكونش عند المرأة، كيكون في النص الثاني ديال القصة. كاين اللي كيقول إلا كانت الدورة ديال الزوجة منتظمة إذا المشكل أكيد ما كاينش عندها، وكاين اللي كيقول العكس، راه واخا الدورة منتظمة أكيد المشكل كاين في المرأة. ولكن راه الحمل ما عمرو ما كان مسؤولية ديال شخص واحد. الحمل هو لقاء بين جوج ديال الخلايا، وحدة جاية من عند المرأة والأخرى جاية من عند الراجل. إلا غابت وحدة منهم ولا إلا كاين مشكل في وحدة منهم ما كاينش الحمل. بحال إلا راك في واحد المدينة ودار فيها واحد الموعد مهم بين واحد جوج الناس، واحد خرج باش يمشي للموعد، واش اللقاء غادي يوقع؟ أكيد لا، حيت خاص حتى الشخص الآخر يخرج حتى هو يوصل عليه. وهكا داير الحمل حتى هو، البويضة كتخرج وكتوصل، خاص حتى الحيوان المنوي يوصل. ولكن ماشي أي حيوان منوي، خاص يكون في عدد كافي، وتكون الحركة ديالو مزيانة، ويكون الشكل ديالو كيسمح ليه باش يخترق البويضة. يعني راه واخا تكون المرأة سليمة 100%، يمكن الحمل يتأخر إلا كان المشكل عند الراجل. وهاد النقطة هادي مهمة بزاف، حيت كاينين بزاف ديال الأزواج اللي كيضيعوا شهور وسنين، كل مرة غير المرأة بوحدها هي اللي كتمشي دير التحاليل وتعاودهم، بينما تحليل بسيط عند الراجل كيقدر يوضح طرف مهم من الصورة. هادشي علاش الطبيب ملي كيبدا التقييم ديال تأخر الحمل ما كيشوفش غير المرأة، كيشوف الزوجين بجوج، حيت الرحلة ديال الحمل من البداية ديالها حتى للنهاية ديالها هي رحلة ديال جوج ماشي ديال شخص واحد. ودابا درنا وصل الحيوان المنوي ولقى البويضة وبقى الإخصاب، بزاف ديال الناس غادي يقولوا الحمد لله وقع الحمل، ولكن الجسم ما كيشوفهاش بهذه البساطة.
على أن الإخصاب ما هو إلا بداية ديال البداية. خليني نرجع بكم شوية للفيديو اللي فات. هذاك الفلاح اللي قلنا عنده واحد الزريعة مزيانة وزرعها، واش غير حين زرعها صافي غادا تعطيه الشجرة؟ أكيد ماشي ولا بدا، حيت خصها تلقى تربة مزيانة، خصها تلقى الماء، خاصها تلقى الظروف اللي غادا تخليها تكبر. الجنين حتى هو كيدوز بنفس الفكرة. مورا الإخصاب ما كيلصقش مباشرة في الرحم، وإنما كيبدا واحد السفر مهيل وهادئ وسط قناة فالوب. وفي هاد الرحلة الخلية الوحدة كتولي جوج، والجوج كيوليو ربعة، والربعة كيوليو 8، وكل خلية كتقسم راسها. بحال إلا الحياة بدات كتكتب أول السطور ديالها، والرحلة مازالتش. من بعد أيامات قليلة الجنين كيوصل للرحم، وهنا كيجي الامتحان الحقيقي. بطانة الرحم خاصها تكون موجودة باش تستقبلو. بحال إلا قلتي جاي عندك شي ضيف مهم جا عندك للدار، إلا كانت الدار موجودة نقية كلشي موجود فيها غادي يبقى غيرتاح غيعجبو الحال. أما إلا ما كانتش موجودة غيطلعلو الزعف وغادي يمشي بحالو. وهذا الشيء بالضبط اللي كيوقع داخل الرحم. إلا كان كلشي مناسب كيلصق الجنين في البطانة ديال الرحم، وهنا بالضبط فين كيبدا الحمل فعليا. أما إلا ما نجحش هذا الالتصاق يمكن المرأة ما تحس بوالو وتجيها الدورة الشهرية وهي أصلا ما عارفاش أن الإخصاب كان وقع عندها. هادشي علاش خصنا نفهمو واحد الحقيقة: الحمل ماشي لحظة واحدة، الحمل سلسلة ديال المراحل، وكل مرحلة خاصها تنجح واللي من بعدها خاصها تنجح واللي من بعدها خاصها تنجح. هادشي علاش قلت لكم الدورة تقدر تكون منتظمة، والإباضة تقدر تكون وقعات، والإخصاب حتى هو يقدر يوقع ومع ذلك الحمل ما يكملش. إذا منين كتقول لي شي وحده دكتور الدورة ديالي منتظمة علاش ما حملتش، كنقول لها راه الجسم ما كيسولش غير واش الدورة جات، الجسم كيسول واش نجحات الرحلة كاملة. هنا كنفهموا أن الحمل ماشي حدث واحد، الحمل رحلة متكاملة، وأي حلقة في هذه الرحلة هذه تعطلات كتقدر تأخر النتيجة. يلا دابا نجيو نرجعو لداك السؤال اللي بدينا في الأول ديال الفيديو: واش المرأة اللي الدورة ديالها منتظمة واش ولا بدا تحمل بسرعة؟ الجواب دابا واضح ليك ياك، هو لا، حيت الدورة المنتظمة غير كتقول لنا بأن واحد الجزء من المنظومة راه خدام. أما الحمل فراه محتاج لواحد السلسلة كاملة ديال الشروط. خاص الدماغ يعطي الإشارات في الوقت المناسب، وخاص المبيض يستجب ليه ويخرج بويضة عندها جودة مزيانة، وخاص قناة فالوب تكون مفتوحة سالكة دايزة، وخاص الحيوان المنوي يوصل ويكون العدد والحركة والجودة والشكل ديالو يكونوا مزيانين، وخاص الإخصاب يوقع، وخاص الجنين يوصل للرحم، وخاص بطانة الرحم تكون واجدة تستقبلو. السلسلة ياك؟ إيوا إلا تقطعت غير حلقة وحدة من هاد السلسلة هادي كاملة داكشي اللي معلق فيها كيطيح، يعني الرحلة كتوقف. إيوا لهذا منين كيتأخر الحمل راه ما خصناش نجريو مباشرة للوصفات والمكملات ونحملو المسؤولية لواحد طرف واحد. راه أول حاجة خصنا نديرو هي بعدا كنفهمو فين توقفات الرحلة، واش في الدماغ، واش في الإباضة، واش في البويضة، ولا في قناة فالوب، ولا في الحيوان المنوي، ولا في الالتصاق ديال الجنين. حيت العلاج الصحيح كيبدا ديما بالتشخيص الصحيح. وإلا بغيتي تخرج من هذا الفيديو هذا بفائدة واحدة
خليها تكون هي انتظام الدورة الشهرية أخبار مزيان، ولكن ماشي هو الدليل الوحيد على أن كل مراحل الحمل خدامة بشكل طبيعي. ما تبقاش تلوم راسك وما تسمعش لأي واحد كيعطيك حكم من جملة واحدة. الحمل راه عملية معقدة، فيها أعضاء، فيها هرمونات، فيها مراحل كثيرة، وكل مرحلة عندها الدور ديالها. هادشي علاش تأخر الحل ماشي في الخوف، وماشي في الوصفات اللي كيديروهم في المواقع ديال التواصل. الحل هو الفهم، ثم التشخيص العلمي، ثم العلاج المناسب إذا كان ضروري. وأنا في هذه السلسلة هذه غادي معاكم مرحلة بمرحلة، ونبسط لكم كل حاجة بلغة بسيطة وبمعلومة مبنية على العلم. وانتوما إلا عجبكم هذا الفيديو هذا ديروا أبوني وديروا إعجاب، وشاركوه مع أي زوج أو أي زوجة كيعتقدوا أن انتظام الدورة بوحدو كافي باش يوقع الحمل، حيت ممكن هذه المعلومة هذه تبين لهم الطريقة اللي كيفهموا بها المشكل. وما تنساوش تفعلوا الجرس تا هو. ونتلاقاو إن شاء الله في الفيديو الجاي من سلسلة رحلة الأمومة.